الواحد زمان كان مفكر الجواز ده حاجة حلوة وحاجة فريش، زي ما هو بيشوفه في التلفزيون والأفلام واللقطات التيك توك واليوتيوب والحاجات الحلوة دي. فكر العيشة كانت تبقى جميلة ولذيذة ومليانة حنية، إحساس بالبني آدم، إحساس بالمسؤولية، إحساس بالعيال، إحساس بكل المشاعر وكل الأحاسيس. لكن الواحد بيتفاجأ اللي كل حاجة بتتغير، مش هقول لك 100%، لا ده مليون المية صدقني والله. في الخطوبة وفي الجواز ولما تخلف. أنا مش بنكد عليك أو مش بقفلك، أنا بنصح كل شاب يفكر مليون مرة قبل ما يحب وقبل ما يتجوز، إن الحياة اللي أنت بتشوفها في التلفزيون واليوتيوب واللقطات الرومانسية واللقطات الرقص والحاجات الحلوة، يعني مش هقولك هي مش حقيقة، هي حقيقة، بس بتيجي لحظة واحدة بس. لكن الإنسان يبقى فريش ما أظنش ده يبقى في الجواز، وما أظنش في الخطوبة. الواحد كان بيتفاجئ لما يحس اللي هو مش مبسوط، بيعمل حاجات وهو مش فرحان، حاسس ان الدنيا اتغيرت في الجواز، في الخطوبة، في كل حاجة. طبعا الواحد بيتجوز او بيخطب بيبقى مستني اللحظة اللي هو يلاقي نفسه فريش او عامل زي الناس. مش عامل زي الناس اللي هو مش هو ابن ناس يعني، لا، عامل زي الناس اللي بيشوفها في التلفزيون، في الافلام، زي فيلم تاني كده، والحاجات الرومانسية والحاجات الحنية دي والاحساس البني ادم اللي معاه يحس بيه، او انا احس بيه، او احنا الاتنين نحس ببعض. لكن في حاجات بتختلف كتير قوي. الراجل بيشيل مسؤولية كبيرة قوي، والام برضو كذلك بتشيل مسؤولية كبيرة قوي.